تجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا
فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة الحمد لله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, insyaallah nanti selesai salat subuh ada kajian sebentar bersama adik kita Fahmi, Ustaz Fahmi dari pesantren apa tadi? Hasanul Kebaikan ya. Beliau nanti akan cerita masa lalu beliau, bagaimana beliau dapat memahami Al-Quran. InsyaAllah ini akan menginspirasi kita, khususnya kalau tidak ke anak cucu kita, karena perjuangan beliau cukup berat. Karena itu bagi Bapak sekalian yang punya keluangan waktu, mari kita sama-sama mendengarkan kajian setelah sholat subuh nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis salah aw min iqamatis salah tarasu' atadilu
استووا استقيموا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من
يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يزيد ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فهينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهي ربي يا معبود أنت مولانا سبحان الله. سبحان الله العظيم وبه دائما عبدا. الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل ونعمة. الله أكبر. الله الله الله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سمعنا وأعطانا غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Yang ketinggalan kunci sepeda motor ada dengan saya. Jago. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan hudan lil mu'minin wa hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Taib, para ikhwan wal akhwat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan diri kami, karena ada pepatah itu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah sayang jangan bawa pulang. Ya. Insyaallah
Sebelumnya kami mohon izin, mohon pamit, mohon maaf kepada para alim sekalian, para sepuh yang mungkin pengalamannya, ilmunya jauh dibandingkan daripada kami. Tapi apa salahnya kita saling mengingatkan, saling menguatkan sebagai bentuk wujud takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan orang-orang beriman itu kata Allah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shawab. Mereka saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Karena kita memahami ayat itu, insya Allah kita semua tak pandang usia. Siapapun dia yang menyampaikan suatu kebaikan, maka akan kita dengarkan. Makanya benar kata perkataan dari Sayyidina Ali itu, kata beliau, unzur ma qala wala tanzur man qala. Perhatikanlah apa yang disampaikan, jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan. Mungkin secara duniawi ataupun secara logika mungkin kami tak pantas di depan sini. Tapi karena kita berkeyakinan bahwasanya kehidupan orang-orang beriman itu saling menguatkan, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Untuk itu, bapak-bapak sekalian, ya kan, para guru-guru kami sekalian di sini masih mau mendengarkan apa yang akan kami sampaikan nanti. Perkenalkan, sebelumnya nama kami Hayatul Fahmi Martabaya. Kami lulusan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Fatah Lampung Selatan. Dan alhamdulillah sekarang sebagai guru tahfiz di Pondok Pesantren Tadabbur Al-Quran Yayasan Hasanah Kebajikan di Sako. Insyaallah tak panjang ingin perkenalan kami karena kita akan fokus terhadap apa yang akan kami bahas di sini. Insyaallah di subuh yang berkah ini kita semua dikumpulkan karena Allah, dan insya Allah pertemuan kita ini bukan akhir dari segalanya, tapi bukan juga persinggahan saja, tapi pertemuan kita adalah awal dari segala cerita kita, dari segala Masjid Baitur Rahman untuk menyampaikan sedikit ilmu yang kami ketahui, yang kami fahami menurut pengalaman yang kami alami selama hidup kami. Di sini kami akan membahas mengenai pentingnya kita mengimani Al-Quran sesuai pada fitrahnya. Selama ini kita insya Allah sudah beriman semua terhadap Al-Quran. Kalau ditanya apa kitab sucimu, Al-Quran. Dengan tegasnya, dengan yakinnya kita menjawab bahwasanya kitab suci kita adalah Al-Quran. Tapi mohon maaf, banyak orang yang keliru dalam cara mengimani Al-Quran. Hanya banyak orang yang hanya mohon maaf, dia sekedar hanya ucapan saja, hanya sekedar keyakinan saja, tapi nggak pernah dibuka. Ada juga dia mengimani Al-Quran hanya sekedar dia mengoleksi Al-Quran saja di rumahnya, ataupun mohon maaf sering infak Al-Quran dan lain sebagainya, tapi nggak pernah dibuka sama dia. Ada juga cara orang mengimani Al-Quran hanya sekedar sekedar baca saja. Itu semua bagus, ya. Tapi fitrahnya, tujuan Al-Quran diturunkan itu ada tujuannya. Makanya di kesempatan subuh ini insya Allah dengan izin Allah kami mohon izin, mohon pamit untuk menyampaikan apa yang semestinya harus kita imani dalam konteks Al-Quran, dalam konteks mengimani Al-Quran. Yang pertama kita akan buka dulu Quran surah Yunus nomor surat 10 ayat 57 itu. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, hai para manusia. Insyaallah kita semua manusia di sini. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izah. Sungguh telah datang kepadamu suatu pelajaran. Mohon maaf, hebatnya bahasa Al-Quran ini, Allah enggak menyebutkan telah datang kepadamu sebuah kitab, tidak. Allah juga tidak mengatakan telah datang kepadamu suatu bacaan, tidak. Tapi Allah menyebutkan telah datang kepadamu suatu pelajaran, yaitu kitab suci Al-Quran. Ya kan? Mau'izatun min rabbikum, dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala, wa syifaa'ul lima fis sudur, penyembuh ataupun penawar bagi penyakit yang ada dalam dada manusia. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari konteks ini ada tiga tujuan Al-Quran Allah turunkan. Yang pertama, Al-Quran itu sebagai pelajaran.
Ya, Al-Quran sebagai pelajaran. Yang kedua, Al-Quran sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada manusia. Yang ketiga, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari konteks ayat ini tiga bisa kita ambil tujuan Al-Quran. Pertama, Al-Quran sebagai pelajaran. Yang kedua, Al-Quran sebagai obat dari semua penyakit dalam dada kita. Yang ketiga, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sekarang kita bahas satu persatu dari sini. Yang pertama, Al-Quran itu datang sebagai pelajaran. Ya. Bagaimana kalau kita mau mendapatkan pelajaran, ya kita belajar Al-Quran. Ya. Kita pelajari isi Al-Quran. Bagaimana cara kita mempelajari isi Al-Quran? Baca Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Seperti Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 121 sebelah kanan agak atas sedikit itu, alladzina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang telah kami berikan sebuah kitab. Mohon maaf, kitab itu bukan cuma Al-Quran ya. Ada Injil, ada Zabur, ada Taurat dan Al-Quran. Ya kan? Mereka membaca dengan sebenar-benarnya. Sekarang bagaimana cara membaca yang sebenar-benarnya itu? Dengan sebenar-benarnya ada dua, baca Arabnya plus baca artinya. Begitu ada juga sami'na wa ata'na kemudian sampaikan. Tapi dalam membaca satu huruf 10 pahala, yang enggak lancar pun dapat pahala. Itu baca Arab saja. Ya. Jadi Masya Allah ya, kalau kita cuma baca Arabnya saja, kita dapat pahala. Jaminan itu akan kita dapatkan. Sering kami simpulkan seperti ini. Ke pengajian-pengajian itu, kalau kami ngisi kajian, ngisi ta'lim, kata kami, jamaah sekalian, kalian baca Arabnya kita akan dapat pahala. Tapi kalau kita plus baca artinya, kita juga akan dapat pelajaran. Kita juga akan dapatkan pelajaran. Bukan berarti kata kami nggak bagus baca Al-Quran, baca Arab itu. Sepintar-pintar apapun kita, akan pelajaran tadi. Ya. Sekarang sering kami logikakan seperti ini. Sering kami tanyakan ke jamaah seperti ini. Nabi Muhammad itu diutus di Arab. Ya. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki keadaan orang Arab yang masih jahiliyah saat itu. Untuk mempermudahkan orang Arab mendapatkan pelajaran dari Al-Quran, maka otomatis Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kalau mohon maaf, Rasul diutus di Arab untuk menyempurnakan akhlak orang Arab, ya kan? Untuk memperbaiki keadaan orang Arab yang masih jahiliyah saat itu. Sedangkan enggak. Ya, tetap sehebat apapun kita gak akan bisa mengubah konteks Al-Quran diturunkan secara bahasa Arab. Intinya seperti tadi, baca Arabnya kita dapat pahala, baca artinya kita dapat pelajaran. Nah, ya, makanya Allah juga dibantah sama Allah. Yang mohon maaf, Al-Quran itu hanya dijadikan sekedar bacaan-bacaan saja. Ya kan? Kata Allah dalam Quran surah Yasin nomor surah 36 ayat 69 sampai dengan 70 itu. Kata Allah, "Wa ma 'allamnahu asy-sya'ra wa ma yanbaghi lah. In huwa illa dzikru wa Qur'anun mubin. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin." Ya, kata Allah, dan tidaklah kami ajarkan kepada Muhammad itu syair. Enggak kami ajarkan lagu-laguan dalam konteks Al-Qur'an yang tadi. Ya. Dan bersair itu enggak layak bagi Nabi Muhammad. Akan tetapi Al-Quran ini peringat penting baca Arab itu katanya. Baca arti enggak. Ya, ingat kami simpulkan baca Arabnya kita dapat pahala,